إصرار وزير التربية والتعليم على إقامة الامتحانات من المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. لو حضرتك أول مرة تشرفنا في القناة وتشوفنا وعايز تتابع كل جديد، ما تنساش إنك تدوس سبسكرايب، إنك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تنزل لايك تقديرا ودعما. وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي مصمم على إن الامتحانات تقام في موعدها بعد 20 فبراير يعني، وتقام في المدرسة، مش تستبدل بأبحاث ولا إنها تستبدل بامتحانات من المنزل. دكتور طارق شوقي قال إن الأبحاث دي طريقة كويسة للتقييم، ولكن مش هنعتمدها السنة دي لأنها بتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، والأهالي بتستغلها بشكل سيء، والطلاب بتستغلها بشكل سيء، والكلام ده كله اللي احنا عارفينه مش هيكون فيه عدالة في التقييم. لكن هو مصمم إن الامتحانات تقام سواء كان ابتدائي أو إعدادي أو الثانوي أو أي مرحلة دراسية، إنها تقام في المدرسة بطريقة منظمة بامتحانات منضبطة، وده لمراعاة التقييم ومبدأ تكافؤ الفرص والعدالة. كمان بالنسبة لأولى وثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، السنين الدراسية دي مفروض معاها تابلت أو معاها إلكترونيات تساعدها إنها تمتحن في أي مكان، أو نسهل الموضوع شوية ويمتحنوا في أي مكان، مش لازم ينزلوا. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مصر على إنهم برضو بعد 20 فبراير يمتحنوا في المدارس وفي اللجان، والسبب طبعا هو برضو الغش اللي حصل السنة اللي فاتت والحاجات اللي حصل السنة اللي فاتت، مما أدى إلى دكتور طارق شوقي ما بقاش يثق في الطلاب وما بقاش يثق في أي طريقة تقييم تانية غير الامتحانات اللي بتبقى في اللجان. فدكتور طارق شوقي مصمم برضو ان اولى ثانوي وثانيه ثانوي هتمتحن في اللجان على التابلت. طبعا ثالثه ثانوي مفيش مفر انها تمتحن في حته ثانيه غير اللجان يعني. كل الكلام ده او كل الحكايه دي ليه؟ بسبب فقدان الثقه بين دكتور طارق شوقي وبين الطلاب، وبينتظر ان بعد 20 فبراير ان شاء الله المسائل تهدى شويه، الكورونا تهدى شويه، البلد تكون مسيطره على الوضع، فبالتالي هتنزلوا اللجان وتمتحنوا. ده موقف دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من الامتحانات، وأين ستقام؟ هل ستقام من المنزل أو من المدرسة؟ وسيتم إلغائها ولا لأ؟ مفيش إلغاء للامتحانات حتى الآن، مفيش أبحاث هتطبق حتى الآن، مفيش امتحانات من المنزل هتطبق حتى الآن، وكل ده بسبب الغش اللي كان بيحصل والكلام اللي كان بيحصل السنة اللي فاتت. لو انت متفق معاه يا ريت تقولنا في الكومنتات. لو انت عايز الامتحانات تتلغي خالص وتطبق طريقة اخرى، ده بسبب طبعا الظروف الصحية مش لسبب انك مكسر انك تذاكر، قول لنا في الكومنتات. وكمان ما تنساش تنزل لايك تقديرنا دعوة انك تشترك عشان تتابع كل جديد. نشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.